السلام عليكم. السلام عليكم أينما تواجدتم وأينما كنتم. الزمالك يبدع ويمتع ويقنع. النهارده بس أقدر أقول إن الزمالك قد عاد. مش فكرة إن أنت بتلعب ماتش وبتكسب. الزمالك النهارده عمل كل حاجة في فنون الكورة. انتشار، تحركات رائعة، المهارات بتاعت اللعيبة بدأت تبان، الاستغلال الأمثل لاخوان الفينا ان انت تقدر تستفيد منه كلاعب محوري او كلاعب مهاري، تديله الكره في رجليه على طول قدام وفي مساحات فاضيه. قدرنا نشوف امتاع وابداع من هذا اللاعب ناصر ماهر. انا قلت ناصر ماهر يا جماعه لما بيبقى عنده 70% من امكانياته بتطبق في الملعب بنشوف لعيب محوري. بصراحه الزمالك النهارده 10/10 حقيقي. يعني كل حاجة في الكورة عملوها، تحولات هجومية سريعة، تضييق مساحات، لعب ما بين الخطوط. كل اللعيبة النهاردة بصراحة، يعني لو اخترت أحسن لاعب في الماتش حقيقي كلهم أحسن من بعض. أنا كنت من أكتر الناس اللي معترضين على إن يانيك فيريرا يكمل بأدائه، لأن ما كنتش شايف أداء حقيقي الفترة اللي فاتت خالص، كل المباريات اللي الزمالك لعبها. لكن النهارده بالذات حقيقي شفت لعيبه وشفت خطط وشفت تكتيك في الملعب وشفت فعلا شغل مدير فني واضح وضوح الشمس. الحمد لله الزمالك استطاع ان هو يعتلي القمه من جديد. وانا شايف ان الزمالك البدايه الحقيقيه النهارده، شايف ان فعلا نادي الزمالك بيلعب كوره امتاع وابداع. ودايما اي فريق بيلعب على الزمالك وبيفتح الماتش زي المصري بنقدر نشوف الزمالك في قوته الحقيقيه وفي خطورته الحقيقيه. نتمنى ان دي تكون بدايه ما تبقاش نهايه، نكمل على كده ان شاء الله. 3 ماتشات القادمين دول اللي في شهر 9 لو قدرنا نفوز عليهم، طبعا انتهاء بمباراه الاهلي، اعتقد ان الزمالك هيكون فعلا له نصيب كبير جدا ان هو يحصل على بطوله الدوري العام هذا الموسم. نهايه قبل ما اختم، في فريق مصري اسمه بيراميدز هيلعب بكره مع اوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا، والمفروض ان هو يلعب على بطل القاره الثالثه او نص العالم اللي كان الاهلي بيتكلم عليه. ما فيش ولا اعلامي ولا خبر ولا صحفي ولا حتى اي واحد صاحب محتوى يتكلم عن الموضوع ده. هل لو كان الاهلي او الزمالك هم اللي يلعبوا مباراه زي كده بكره الساعه 9 مساء كان الموضوع هيبقى مجهول كده؟ فحرام يا جماعه. احنا المفروض الامور تبقى تعاد تنظيمها شويه بالنسبه للحقوق الاعلاميه، بالنسبه للفرق وبالنسبه للرياضه المصريه بشكل عام. وختاما الف مبروك لنادي الزمالك. مبروك يا جو، مشوارك وكنسلتك للكورس ما جيتش حاضر. تحياتي.